إزاي تعتني بالحلمات قبل الولادة وبعد الولادة؟ أثناء الحمل لما تيجي تاخدي شاور أو دش تبقى بمية فترة أو مية دافية، بلاش المية السخنة. لما تيجي ترطبي يا إما بزيوت طبيعية زي زيت جوز الهند أو لانولين، وتسيبيها في الهواء تنشف علشان ما يحصلش تهيج. تاني حاجة بعد بقى إيه بعد الولادة، الكلام قبل كده كان تحضير للرضاعة قبل الولادة. بعد الولادة أول حاجة تتأكدي من التئام الطفل مع الحلمة إن هو يبقى الهالة كلها جوه فم الطفل، علشان ما يحصلش مشكلة في الحلمة أو تشقق. بعد كده انت بتدهني برضو اللانونين أو بتدهني زيوت طبيعية، أو حاجة مهمة جدا هقولك عليها إن انت تحطي من لبن الثدي نفسه على الحلمة، وده فيه مضاد بكتيريا وفيه مواد كويسة جدا هتسهل عملية التئام التشقق اللي بيحصل نتيجة الرضاعة الغير صحيحة. لو كل الحالات دي ما نفعتش معاكي هتروحي لاستشاري رضاعة طبيعية هيقدر يخليكي ترضعي كويس، وفي نفس الوقت هتقدري ان انتي ما يحصلش اي مشاكل اثناء الرضاعة. طيب ازاي نزود ادرار اللبن في اول الايام؟ اول حاجه انت تعملي كمادات ميه دافيه، تاني حاجه ان انت بتجيبي ظهر المشط وتعملي مساج للثدي ناحيه في اتجاه من فوق لتحت. هتلاقي ان الموضوع ده سهل ان يحصل الدوره الدمويه زادت في الثدي فيؤدي ان اللبن زاد ادراره، ومع الوقت هتلاقي ان الموضوع بقى طبيعي لما الطفل بدأ يرضع.